قتل ما يزيد عن 240 شخصا على الأقل قتلوا في إثيوبيا في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا. هاشالو هونديسا كان قد قتل إثر إطلاق النار عليه على مشارف أديس أبابا الأسبوع الماضي. حمل جمهوره قوات الأمن المسؤولية عن جريمة قتله التي رأوا أنها ذات دافع سياسي. بدا الوضع في العاصمة ومنطقة أوروميا هادئا، ولكن يشوبه التوتر اليوم بعدما قطعت الحكومة خدمة الإنترنت خلال ال9 أيام الماضية، وذلك من أجل تقييد القدرة على تنظيم مظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى كثيرون أن موسيقى هاشالو تدافع عن حقوق عرقية الأورومو بإثيوبيا، وهي العرقية الأكبر عددا في الدولة متعددة العرقيات. يشكو أبناء هذه العرقية من تهميش الحكومة لهم منذ أمد طويل. من هم الأورومو؟ الأورومو كبرى القوميات الإثيوبية، يمثل المسلمون أغلبيتها الساحقة، تحتج منذ عشرات السنين بسبب انتهاك حقوقها والتمييز الاقتصادي والمجتمعي الذي تمارسه الحكومة ضدها، وتناضل لإنصافها عبر مجموعة من المنظمات بعضها فصائل مسلحة. لكي تقفوا على حقيقة الوضع في احتجاجات إثيوبيا، إليكم معلومات أساسية. تحتل منطقة أوروميا معظم أراضي وسط أثيوبيا، محتلة كبرى ولاياتها ال9، وتتكون من 10 أقاليم، من أشهرها إقليم شوا والذي تقع في قلبه عاصمة البلاد أديس أبابا، وإقليم هرر الذي كان مملكة إسلامية طوال قرون عدة. تقدر مساحة منطقة أوروميا التي يطالب أهلها بالاستقلال بنحو 600 ألف كيلو متر مربع، تحد أراضيها شرقا صحراء أوغاديان أو الصومال الغربي، وغربا جمهورية السودان، وشمالا أقاليم قوميتي التجري والعفر ودولة إريتريا، وجنوبا كينيا التي للأورومو امتدادات بين سكانها. تعداد قومية الأورومو يزيد عن 40 مليونا، وتشكل أغلبية سكان البلاد البالغ عددهم ما يزيد عن 100 مليون نسمة، والمكونين من 80% عرقية، ثم تأتي بعدها عددا قومية الأمهرية المهيمنة على حكم البلاد بنسبة تقدر ب27%. تنتمي الأورومو في الأصل السلالي إلى العنصر الحامي أو الشعوب الكوشية، إلى جانب القومية الصومالية والعفرية، في حين تعود أصول قوميتي الأمهرية والتجري المتحكمتين في البلاد إلى العنصر السامي. وللأورومو لغتها الخاصة بها والمختلفة عن الأمهرية التي تمثل اللغة الرسمية في إثيوبيا. تتراوح نسبة المسلمين في قومية الأورومو بين 50 إلى 80% حسب تباين مصادر الإحصائيات، والنسبة الباقية تتوزع بين المسيحيين الأرثوذكس والبروتستانت وبعض النحل الأفريقية المحلية. ومن كبريات قبائلها قبائل بورانا، ويعتمد اقتصادهم أساسا على الزراعة والرعي لكون أرضهم من أخصب أراضي أفريقيا. تشهد إثيوبيا هذه الأيام موجة كبيرة من الاحتجاجات تعد الأعنف خلال السنوات ال4 الماضية، والتي كان مبناها في الأساس على مطالب قومية صدح بها عرق الأورومو ليطالب بحقه في العاصمة أديس أبابا، والذي تم الاستيلاء عليه على مدار قرنين من الزمان بحسب مطالب المحتجين. كان للاحتجاجات صوت فني يوصل مطالبها لأعلى المستويات. هاشالو هونديسا المطرب الذي يعتبره الأورومو البصر الذي من خلاله يرون حقوقهم. كناف هاشالو نناف إجاكوتي قابسو كينيسي وني كينيسي كناف هاشالو قد نترقى مجرانا ويارا كانت بايين قد نجرا أكا متاكوتي تكوفامتي أكا سبات بايين قد نجرا. كان مقتل هاشالو هونديسا هو القشة التي أغرقت البلاد في الفوضى العارمة التي تدخل أسبوعها الثاني. دفن هاشالو ولم يدفن غضب الملايين الذين ما زالوا يخسرون الأرواح والممتلكات في ظل عجز الحكومة عن حمايتهم كما يقولون. إيجادو ينبودس همني بأي قدسا إبساتشورف وانغو ديغت إتوميدام لبون نموت إدو در كانيجون ammallee namoota gaddasaa ibsachuu baanillee heeguu hin dandeenye mootummaan kun.
كانت أصابع الاتهام الأولى موجهة نحو الدولة المتضررة من مشاريع النهضة الأثيوبية، حيث صارعت أطراف معنية في الحكومة باتهام مصر بإشعال فتيل المظاهرات في البلاد لتعطيل سير بناء السد الضخم الذي يقف حائلا بين دول المصب وبين الماء. كانت أولى ردود أفعال سلطات أبي أحمد قطع شبكات الإنترنت بغية السيطرة على الاحتجاجات ومحاولة إخمادها، لكن سقوط عشرات القتلى والجرحى واعتقال المئات لن يطفئ النار التي تجيش في صدور الأورومو الذين كانوا سببا في وصول أبي أحمد إلى الحكم، لكنه خذلهم حيث لم يحصل على حقوقهم الأزلية. محور الأزمة يدور حول مطالبات الأورومو التاريخية بحقهم في أديس أبابا التي يسمونها اسما خاصا بهم كانت تعرف به تلك المنطقة قبل أن تؤسس العاصمة أواخر القرن ال19. فهل يصل المحتجون إلى أهدافهم أم أن الحكومة تجهز لهم سدودا أخرى شبيهة بسد النهضة؟ هذه تغطية خاصة، وهذا أنا محمد محي الدين يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتابع المصريون بشغف المظاهرات التي اندلعت ومستمرة في المدن الإثيوبية احتجاجا على مقتل مغن شهير من أكبر مجموعة عرقية في البلاد بسبب الخلاف المستمر بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة منذ 10 سنوات. نراجع كم تغريدة على تويتر ونعود لاستكمال النقاش. التغريدة الأولى لمصري حر: إثيوبيا فيها مظاهرات وقطعوا الإنترنت عن الشعب الإثيوبي وخطف للصحفيين، إنها لعنة الفراعنة. صافي: مظاهرات في إثيوبيا ضد أبي أحمد ومتظاهرون يطالبونه بالرحيل بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي بحشد 1,000,000 شخص لخوض حرب ضد مصر. إثيوبيا الآن مظاهرات واضطرابات، تابعوا على الإنترنت. مظاهرات في إثيوبيا بأعداد غفيرة ضد أبي أحمد تملأ الشوارع والميادين، وخروج عربات لهرس أو دهس المتظاهرين. يطمح طبعا المصريون أن تؤدي هذه المظاهرات إلى الإطاحة بالنظام السياسي الحاكم في أديس أبابا برئاسة أبي أحمد بسبب تعنته في مفاوضات سد النهضة بحسب توصيف القاهرة التي لجأت إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لحل القضية. إذا تصاعد حدة الاحتجاجات الدامية في إثيوبيا على مقتل المغني الشهير هنديسا وسقوط 240 قتيلا والحكومة تقطع خدمة الإنترنت. هذا موضوع التغطية. أبحث مع ضيف هنا في الاستوديو سامي دياب، الباحث في الشؤون العربية ومنسق حركة عرب بلا حدود. مرحبا بك سيد سامي. نبدأ بآخر المستجدات. أكثر من 240 قتيل في مظاهرات، لماذا التعامل الأمني بكل هذه القسوة وقطع خدمات الإنترنت؟ هذا آخر أخبار وصلت، لكن البلد مغلقة من أيام بالفعل، ففي ضحايا آخرين بالفعل سقطوا. لكن في حاجة نحن نطمح كمصريين في حق تقرير المصير لهذه الشعوب، ليست المياه فقط، ولن نتحدث عن المياه في هذا الوقت بشكل نهائي. حينما تقاربنا مع هذه الشعوب وجدناهم إخوة لنا تنكرت الأنظمة الحاكمة على مدار سنوات لهم. رأينا الإخوة في أوجادين يعني تعرضوا لأبشع موجات القهر والقمع. الإخوة في الأورمو بالفعل يتعرضون لنفس المصير، كذلك في بني شنقول والعفر وغيرهم. مطلبنا الآن ليس السد فقط، هؤلاء إخوة لنا يسعون يقومون بثورة من أجل تقرير مصيرهم، ونحن داعمين لهم. مش مسألة مية ولا مسألة سد، الموضوع أصبح أكبر من السد والمية حاليا. برأيك لماذا تتفجر احتجاجات الأورومو من حين لآخر؟ هو في ثورة صامتة. هو يعني غالبية إثيوبيا ينكل بها، محرومة من كل شيء. الحبش المتمثلين في الأمهرة والتجري يسيطرون على 90% من المؤسسة العسكرية، 90% من المخابرات، 90% من المناصب العليا، 90% من المناصب العليا في الشرطة، 90% من مالك الاقتصاد. كيف أن تهمش يعني حوالي من 27% من 77% من الشعب مقابل هذه الأقلية بالفعل هم يعني
حينما أقاموا هذا الفيدرالية أقامت على أسس إعطاء كل المصالح للحبش. ما زالت المصالح في يد الحبش حتى الآن، لن تأخذ الأورومو حقها. لذلك فهم بالنسبة بالرغم من أن أبي أحمد هو أحد أبنائهم، إلا أنهم الآن يسبونه وغضبانين منه جدا، لأنه هو لم يفعل شيء من أجلهم. هو تنكر لهم وتحول إلى تابع للأمهرية. خلينا نشرك معنا في هذه النقطة رئيس مركز القرن الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية محمد الأمين اليوسف، مرحبا بك. من يقود حركة الاحتجاجات الجارية الآن في إثيوبيا؟ هو بالضبط أنا كنت أحب أضيف شوية اللي قاله الأخ سامي. نستطيع أن نقول للمغني هذه دائما الإعلام العربي أو بعض الإعلام الغربي يردد أكثر بأن مقتل هشام وجيزة، لا، المقتل هذا فقط مجرد الخشة التي قتل مظاهر الضعية. يعني هذه الحركة كانت مستمرة تقريبا لسنوات. يعني هل نحن نبدأ النضال الذي بدأ تقريبا قبل 60 سنة، الحركات التحرر الانفصالية المتمثلة في منطقة أوغادين ومنطقة بنشنغول وحتى الأوروبا نفسهم، القضية التي كانت موجودة عندهم عند بدء النضال كانت الانفصال تام عن إثيوبيا بناء دولة مستقلة أوروبا. هذه النقطة التي يجب الإنسان أن يعرف، الإنسان العربي أن يعرف فيها، أو الإخوة المستعمل هذه لمنطقة القرن الأفريقي. الاحتجاجات حاليا يعني لا يوجد هناك احتجاجات. الحين يعني ارتفع سقف المطالب إلى أعلى لما هو أعلى كثير. انفصال تام. الأورومو، الشباب الأورومو الكايرو، يقولون الكايرو بمعنى هي اللغة الأورومية، بمعنى هي الشباب فقط، هم الذين يقودون هذه الحملة، هم الذين يقودون هذه الحملة. المدن الكبيرة كلها يعني متقطعة جدا، لا أحد يستطيع أن يدخل العاصمة فنفني هذه اسم أديس أبابا، لا أحد يستطيع أن يدخل فيها. الأورومو، الإخوة الأورومو لا يحبون أن تسمى هذه المدينة أديس أبابا، يفضلوا غيروا العالم ما يسمى إثيوبيا، وغيروا اسم العاصمة، وغيروا اللغة التي كانت معروفة في إثيوبيا. الآن ارتفعت سقف المطالب، وكل المناطق، منطقة أوغادين الصومالية التي تقع جنوب الشرق، وأورومو وبني شنغول وغامبيلا والعفر، كلهم يطالبون الانفصال. فاليوم كنا نتحدث عن هل مطلب الانفصال مطلب منطقي في عام 2020؟ وما الذي يمنع؟ شو اللي يمنع؟ لماذا لا يكون منطقيا؟ إذا كانت إريتريا استقلت عن إثيوبيا تقريبا قبل 20 أو 30 سنة 27 سنة، ما الذي يمنع؟ أورومو كانوا يطالبون الاستقلال قبل إريتريا ب 25 سنة، فقال جاء الدور عندهم. ما الذي يمنع ذلك؟ ولماذا لا يطالبون الحق؟ ولماذا هذا؟ طيب هل وجود أبي أحمد المنتمي لنفس قومية الأورومو في السلطة يسهل عليهم هذا المطلب، مطلب الانفصال؟ لا يوجد هناك تفكير ولا مرة. الأورومو عندما تتحدث معهم يشكون على أن هذا الرجل هو أصلا يشكون في هذا هو أمه أصلا الأمهرية، هذا متفق عليه، واسمه أبي أحمد علي، مجرد الاسم فقط. يقول انه هو تربى تحت امه او عند اخوانه، لكن الأورومو عندما تتحدث عنهم يقول انه هو ليس هو اورومو اصلا. طيب هذه النقطة. النقطة الثانية، الحال أبي أحمد لا ناقة له فيها ولا جمل فيما يحدث الآن في المنطقة في أثيوبيا. هو خرج مجرد فقط لا يعرف تائي. صباح اليوم طلع في التلفزيون وقال أنا أورومو، يكرر في هذه بربك في حياتك رجل يعني مثل رئيس الوزراء وحازم جائزة النوبل السلام ويخطف البرلمان ويقول أنا أورومو أنا أورومو ويكرر هذه الكلمة أكثر من مرة. وبعدين ايش اللي صار؟ يعني كان كل مرة يقول أنا أورومو كانوا يضحون عليه يرفعون عليه الشلاء على وجهه. فالحين لا يستطيع، لا يملك أي شيء ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. الجيش مقسم إلى درجة. الآن ورد تقريبا قبل أن أكون معكم حوالي 20 دقيقة كنت أتحدث في إثيوبيا، طبعا شبكات الإنترنت كلها مقطوعة جدا. قالوا لي
الشرطة التي كانت تحمي السياسيين جوهر محمد وبقلة كربة وحمزة فورانا الذين مسكوا تقريبا قبل أسبوع عفوا، جاءت الشرطة الفدرالية ما يسمونها الشرطة الفدرالية لتصحب بهم، فقالت الشرطة التي كانت تحمي اللعن ممنوع أن يأخذوا، فصار هناك في حرب. الحين انتصارات الجيش وفي الشرطة وفي الأنظمة، البنوك مغلقة، المدينة لا أحد يستطيع أن يدخل فيها ولا أحد يستطيع أن يخرج منها. يعني انشقاق بمعنى الكلمة، يعني ما أبعد الحدود. الآن خلاص يعني إذا كان أبي أحمد كان أول رئيس وزراء يفوز بجائزة نوبل للسلام، فراح يكون بلا شك آخر رئيس وزراء فيما يسمى بإثيوبيا سابقا. أشكرك شكرا جزيلا محمد الأمين اليوسف، رئيس مركز القرن الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، كنت معي عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. وإلى الولايات المتحدة الأمريكية مع الدكتور سعيد عفيفي، الباحث بمركز مونتجومري للدراسات. مرحبا بك دكتور سعيد. ضيفي قبل دخولك يقول أن أبي أحمد قد يكون آخر رئيس وزراء لإثيوبيا، ولكنه يعني استطاع أن يحصل على جائزة نوبل للسلام. هل تعامل بسلام مع المتظاهرين بالقمع أم بالحوار؟ كيف واجهت السلطات الإثيوبية الاحتجاجات؟ بالنسبة لأبي أحمد، كون أنه هو حصل على جائزة نوبل للسلام فدي كانت بتوصية من الصهاينة، دي كلها معروفة، وبدعم قوي جدا من بعض البلدان وللأسف الشديد من البلدان العربية، على أساس تقريب وجهات النظر ما بين الشرق والغرب ومحاولة إذابة إسرائيل في المنطقة التي تعيش فيها. ولكن أبي أحمد هو في البداية والنهاية هو إنسان عنصري، لأن أتى من قومية، هذه القومية كانت بعيدة كل البعد عن السلطة، حس بالاضطهاد لما جه طلع هذا الكبت النفسي والسياسي اللي كانت موجودة فيه القومية بالنسبة للآخرين. فتجده مثلا بيستعرض عضلاته على مصر، مثلا في يوم قال أنا أقدر أحشد 1,000,000 شاب عشان يحاربوا مصر، قال التصريح دي مرة من المرات. صحيح. لما نيجي نشوفه بيتعامل دلوقتي مع أهل بلده إزاي وأهل قوميته كمان إزاي، هنقدر نشوف نفسية هذا الرجل. هو لم يتعامل بسلام، لأنه لم يكن رجل سلام، هو خدها كده وخلاص عشان حسابات اقتصادية بحتة في المنطقة وتمدد للأمام بالنسبة لدولة الكيان الصهيوني في إفريقيا. وللأسف الشديد مصر فتحت هذا الباب على مصراعيه بعد توقيع اتفاقيات الاستسلام المسماة كامب ديفيد. طب برأيك لماذا يعارض الأورومو أبي أحمد المنتمي لنفس قوميتهم؟ احنا يعني لو جينا ننظر للموقع الجغرافي بتاع الأورومو وقربهم من السلطة في السابق هنقدر نحس بهذا الإحساس. نمرة واحد، الأورومو دي قومية محصورة في الجنوب الغربي لإثيوبيا. الجنوب الغربي لإثيوبيا يعني متاخمة للمناطق اللي في السودان وجنوب السودان، وهذه المنطقة غنية كبيرة جدا، ولكن الأراضي بتاعتها مستغلة من قبل الآخرين اللي بينتموا قوميات أخرى أو الشركات جات استولت عليها. زائد ان التوسعات اللي بتتم على حسابهم هم، ما بتتمش على حساب القوميات الاخرى. فبالتالي احساس الظلم، وكون ان في ابي احمد من نفس القوميه وموجود في السلطه وما عمل لهمش اي حاجه، طيب الناس هتعمل ايه؟ ما هو الانفجار لابد يكون في ضغط في الداخل، والضغط ده تم. وهناك نقطه اخرى يجب ان يتطرق لها الاعلام، وهو ان في شركات كتيره جدا، وللاسف شركات في السعوديه وشركات في الامارات مولت السد على اساس مستقبليا هيتم استصلاح اراضي واستغلال المنطقه اللي فيها الأورومو. المنطقه اللي فيها الأورومو هي المنطقه الوحيده، لان المنطقه بني شنقول اللي موجود فيها السد في حد ذاتها منطقه بركانيه، فبالتالي مش يكون في اي استصلاح، ولكن يمكن بسهوله مد خطوط مياه إلى المنطقة اللي فيها الأورومو واستصلاح هذه الأراضي. بالتأكيد في هذه الأيام بيتم التفاوض مع زعماء القبائل في الأورومو على أساس أخذ هذه الأراضي منهم وإعطائها للشركات. والشركات دي أنا بأكد مرة تانية، شركات من الإمارات ومن السعودية ومن الكويت ومن قطر،
لا استثني احد من دول الخليج. طيب دي نظره اقتصاديه. خليني اروح بالنقطه دي للدكتور ايمن نور، زعيم حزب غد الثوره والمرشح الرئاسي الاسبق معي الان عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور ايمن. في رايك هل يتاثر ملء سد النهضه او عمليه سد النهضه بشكل عام بالاضطرابات او الاحتجاجات الموجوده في اثيوبيا الان؟ يعني الحقيقه بغض النظر عن تاثر استكمال ملء السد من عدمه بهذه الاحتجاجات، لكن احنا امام احتجاجات مشروعه، امام مطالب شعبيه وحقوق انسانيه واجبه الاستجابه. واحنا كمصريين بغض النظر عن ازمه سد النهضه وبغض النظر عن موقفنا من سلوك الحكومه الاثيوبيه في التفاوض وسلوك الحكومه المصريه ايضا في التفاوض، بغض النظر عن هذا نحن نساند الشعب الاثيوبي، نحن نساند الاقليات في الحصول على حقوقها الانسانيه، نحن ضد اي شكل من اشكال الانتهاكات للحقوق والحريات لشعب عزيز علينا مهما كانت مساحه الخلاف حول قضيه السد. لكن يبقى اننا شعوب وادي النيل، وان هناك مساحه من العلاقات التاريخيه العميقه التي نحترمها ونحترم حقوق اخواننا في اثيوبيا في الحريات وحقوقهم في ان ينالوا كل مطالبهم المشروعه بغض النظر عن موقفنا من الحكومه الاثيوبيه الحاليه. طيب دكتور ايمن، كيف تقيم ما ربطه أبي أحمد، ربط موضوع السد بموضوع جهات خارجية، والإشارات كانت واضحة جدا إنها لمصر، وكان في رد رسمي مصر بأن أثيوبيا ليس لها علاقة إن مصر ليس لها أي علاقة بالاحتجاجات الموجودة في أثيوبيا. هل بالفعل مصر قادرة على أن تحرك مثل هذه الاحتجاجات في دولة أخرى؟ يعني شوف، مصر بلد كبير وبلد له وزن الاستراتيجي في المنطقة، وكان مفترض أن يكون لها تأثير في كل أفريقيا وتحديدا في دول حوض وادي النيل. لكن أنا بعتقد أن سنوات حكم مبارك وكذلك سنوات حكم السيسي تراجع فيها تأثير مصر في أفريقيا، وتراجع دور مصر في كثير من القضايا الأفريقية الكبيرة. لهذا أنا الحقيقة لا أتوقع أن يكون هناك دور مباشر لمصر في أي شيء في أفريقيا، لأن أفريقيا بتحتل أولوية متأخرة. وأذكر عندما شكلنا وفد شعبي وزرنا رئيس أوغندا، فذكر واقعة بسيطة جدا في عهد مبارك. قال، والرجل رئيس مهم جدا لمصر لأنه رئيس دولة من دول منابع النيل، قال أنه كان يهبط بطائرته في مطار القاهرة ولا يجد عسكري شرطة يستقبله إذا كان في رحلة ترانزيت أو يعني في توقف مؤقت في مطار القاهرة في طريقه إلى أي عاصمة أخرى. فإلى هذا الحد كان الاستخفاف بالقيادات الأفريقية وبالشعوب الأفريقية وبالقضايا الأفريقية، وها نحن ندفع الثمن غاليا الآن من مصالحنا ومن حياتنا. هل يمكن وصف هذا الثمن بأنه ثمن سياسات حسني مبارك؟ الحقيقة هو طبعا لا نستطيع أن نتجاهل أن سنوات حسني مبارك أدت إلى انخفاض التأثير المصري في الإقليم وفي أفريقيا أيضا وفي الإقليم العربي بشكل عام. لكن الحقيقة ما حدث في عهد السيسي هو انهيار سريع لما كان متبقي من قيمة ووزن مصر الاستراتيجي في المنطقة وفي أفريقيا. توقعاتك دكتور أيمن لهذه الاحتجاجات إذا ما استمرت وعلت أكثر الأصوات المطالبة بالانفصال للأورومو وأبي أحمد الرجل الحاصل على جائزة نوبل للسلام، هل سيستجيب لهم خاصة أنه ابن نفس القومية؟ يعني أنا الحقيقة لا أتدخل في الشأن الداخلي، لكن بشكل إنساني وبشكل أخلاقي أنا أساند كل مظلوم في أي مكان في العالم. كل أقلية تتعرض لاضطهاد، تتعرض لانتهاك لحقوقها، نحن نساندها
بعيدا عن مواقفنا السياسية وبعيدا عن الموقف المرتبط بسد النهضة، لكن لا شك أن هناك قضايا واستحقاقات إنسانية وأخلاقية تقتضي من كل أحرار العالم يقفوا إلى جوار هذه الأقليات وإلى جوار حقوقها المشروعة. زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي الأسبق دكتور أيمن نور، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود مع سامي دياب الباحث في الشؤون العربية ومنسق حركة عرب بلا حدود. لماذا لا يستجيب أبي أحمد لأبناء قوميته؟ بنشكر الدكتور أيمن نور على ما قاله. أبي أحمد ليس لديه السلطة ليستجيب. من لديه أنا السلطة؟ قلت هناك دولة عميقة يسيطر عليها الحبش. كما قلت هؤلاء الناس جابوا أبي أحمد كواجهة من أجل إظهار للعالم أنهم ليسوا المسيطرين، شكل ذكوري كده زي. طب ما الفرق بين أبي أحمد وبين رئيس الوزراء الذي كان يسبقه؟ برضه نفس الشكل والمضمون. وكانت الاحتجاجات تخرج عليها أيضا؟ نعم، نفس الشكل والمضمون. أنا اتكلمت على سلطة الحبش. سلطة الحبش هي سلطة فوق سلطة الإدارة التنفيذية، يعني رئيس الوزراء ليس في يده شيء. بالنسبة لمطلب الانفصال، على فكرة هو مطلب دستوري. الدستور الإثيوبي بينص على أن من حق الشعوب التي ترى أن من مصلحتها الانفصال أن هم يصوتوا ضد الاتحاد الفيدرالي وينسحبوا. يعني هذا مطلب مشروع كل الأصوات. ويجب أننا لا ننسى أوجادين هذه منطقة محتلة بالفعل، هي جزء من الصومال. هؤلاء يطالبون بالانفصال من فترة كبيرة جدا. القوات الحبشية، أنا مش هقول القوات الإثيوبية، القوات الحبشية كانت بتغزو هذه المناطق وتسلب ممتلكاتهم وتسرق ثرواتهم، وحتى اغتصبت النساء هناك تقارير صحفية اتعملت بطرق مختلفة، منها تقارير للجزيرة تحدثت عن عشرات المغتصبات. إن يعني احنا شفنا فظائع ضد السكان أوجادي، وكذلك بني شنقور. طيب دستوريا ما هو المفترض أن تفعله الحكومة تجاه هذا المطلب الشرعي والدستوري من قبل المتظاهرين؟ الحكومة التي يقودها الأمهرة اللي هم الحبش لن تسمع. هذه ثورة. الثورة بدأت في كل أنحاء العالم حاليا، وفي الداخل كل وسائل الإعلام اتقطعت. حتى إحدى القنوات التابعة لزعيم المعارضة أو الرجل القوي يعني بيضيقوا عليها جدا، بيمنعوها من الحركة، بيعتقلوا المراسلين بتوعها. احنا شايفين نظام بيفكرنا بنظام الصرب في يوغوسلافيا السابقة، نفس الشكل ونفس العمل. ونتوقع ان ميليشيات المناجل تكون قتلت ناس بالفعل في الايام اللي عدت دي. هناك بعض الاخبار بتؤكد ان الاعداد اللي حضرتك ذكرتها دي اعداد قليله جدا. في رساله حاليه بتقول اعداد مع غياب خدمه الانترنت او قطع خدمه الانترنت قد تصل الى 700 قتيل واكثر من 1000 جريح وحوالي من 3000 معتقل. هذه الحاله حاله انسانيه زي ما قال الدكتور ايمن نور. يجب ان لا نربط، حتى لو كان هيدوا يعني حقوق كبيرة جدا من المياه لمصر، يجب أن نتضامن مع هؤلاء لأنهم إخوة لنا. طيب مش هنربط، لكن هو أبي أحمد الحقيقة هو اللي ربط بين الأمرين، بين الاحتجاجات وبين الأصابع الخارجية، وأشار فيها لمصر. هدف أبي أحمد من هذا الربط هو القفز أمام العربة. هو يرى أن في احتجاجات، فعايز يقول للرأي العام العالمي إن هذا ليس نتيجة سياساتي أو نتيجة سياسات الحبش. ودي حاجات، وده مخطط خارجي. هذه يعني كل دكتاتور بيحاول ان هو يقول كده، لكن الحالة داخلية، الوضع داخلي، الاضطهاد داخلي، القتل والقمع والقهر والإفقار كمان ده موجود.
طيب خلينا نروح بالارقام اللي حضرتك ذكرتها من اصابات وقتلى للدكتور سعيد عفيفي. مظاهرات اذا وعنف في اثيوبيا، كيف يتابع المصريون الوضع في اثيوبيا لو ما ربطناهوش بموضوع سد النهضه؟ أنا شايف إن الحكومة المصرية أو القائمين على الإعلام في مصر ما فيش حد بيشير إلى اللي بيحصل، على الأقل يكون في دعم معنوي. النقطة المهمة إن ممكن، لأن مصر دولة فاعلة في الاتحاد الإفريقي، ممكن تثير هذا الأمر من مكتبها بالقاهرة، من مكتب الاتحاد الإفريقي في القاهرة. ولكن للأسف الشديد ما فيش حد بيتحرك. احنا تحركنا في اتجاه واحد فقط، العلاقة اللي بيننا وبين اثيوبيا المتعلقة بسد النهضة، مش متعلقة بالحريات. احنا دولة رائدة في المنطقة، بس للأسف الشديد هذه الهيبة راحت. ماذا عن الرؤية الشعبية؟ شعبيا احنا يعني أنا بالنسبة للمركز عندي بيحاول يستقي معلومات من كل الاتجاهات. أنا لدرجة إن أنا يعني في هذه الأيام بأكمل قراءة هذا الكتاب الخاص ببولت. في جزء على فكرة خاص بإفريقيا في هذا الكتاب، وأنا إن شاء الله هحاول ألخصه وابعته لحضرتك على أساس إن ممكن الناس تعرف اللي فيه. وفي جزء كبير جدا بيتعلق بمصر في هذا الكتاب، وإزاي إن مصر دفعت بتحاول تدفع الإدارة الأمريكية إلى التدخل في سوريا وما تتركش الساحة لتركيا بهذا الشكل. هو ده مش موضوعنا، ولكن للأسف الشديد ما الكل مترابط مع بعض. والإدارة المصرية أو إذا أجازا تمكنا من القول إن هي إدارة، مع إن هي يعني هي عبارة عن سلطة من سلطات أو مؤسسة من مؤسسات الدولة تحولت إلى سلطة من سلطات الدولة. وبعدين يعني هو من إمتى من الجيش بيقدر يميز ما بين المد الاستراتيجي والدفاع عن الوطن والحاجات دي كلها؟ مفيش للأسف الشديد. احنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد عفيفي، الباحث بمركز منتج جمري، كنت مع عبر السقايب من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك. نذهب نشاهد مقطع من هذه المظاهرات المشتعلة في إثيوبيا ثم نعود لاستكمال النقاش. سامي دياب، تعليق أخير من حضرتك على هذا المقطع للتظاهرات في إثيوبيا. هذه ليست في إثيوبيا، هذا المشهد في النرويج. هم بيطالبوا بسحب جائزة نوبل من أبي أحمد. بالفعل في الخارج مظاهرات كبيرة جدا في كل أنحاء العالم، مظاهرات لدعم حق تقرير المصير لشعب إثيوبيا. وأنا أطالب أحرار العالم أن يتضامنوا مع هؤلاء المستضعفين بالفعل، وشكرا لكل من يمد لهم يد العون والمساعدة. أشكرك شكرا جزيلا الباحث في الشؤون العربية ومنسق حركة عرب بلا حدود سامي دياب، شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، 8/7/2013 هو تاريخ اليوم، لكنه أيضا ذكرى مذبحة الساجدين عند الحرس الجمهوري. كانت زي النهاردة، كانت رسالة من النظام إنه لا توجد خطوط حمراء للتعامل مع المعتصمين، قتل بدم بارد وبالعشرات وفي الصلاة وفي المسجد، لا مراعاة لا للكبير في السن ولا الطفل ولا الامرأة. رسالة النظام في مذبحة الساجدين لا تزال قائمة، لكن مع تأكيدات أخرى خاصة في مجازر أخرى زي المنصة وفض اعتصام رابعة والنهضة. فهل فهم القوم الرسالة؟ السلام عليكم.